رقم 4 إسحاق. أبونا إسحاق ده شخصية تعقد، شخصية مثالية، ابن بار جدا لأبوه إبراهيم، وزوج فاضل جدا لأمنا رفقة، وإنسان تقي جدا ناحية ربنا. ده كان ممكن مستعد يموت عشان ربنا عايز كده. متربي، يعني ولد متربي إسحاق، أبونا إسحاق. أيوة، طب يجيب ليه 2 عايزين يموتوا بعض برضه؟ ما هو يعقوب وعيسو عايزين يموتوا بعض. لو أنا رجعت بالوقت أبونا إسحاق إزاي يحصل كده؟ كنت المفروض تعمل إيه؟ أقول لكم، هل هو ما كانش كويس زي الفل؟ أمنا رفقة جميلة، الولاد أكيد يعني اتربوا برضو وشافوهم وكل حاجة، لكن في بعض الآباء بتبقى حياتهم الخاصة مع ربنا مش متشافة من ولادهم. يعني أنا أزعم إن إسحاق ده أكيد كان رجل صلاة. ده حتى مكتوب ساعة ما جه يتجوز رفقة إنه كان طلع في الصحراء بيصلي، حالة خلوة كده ساعة ما شافها جاية. فده راجل بيحب القعدة مع ربنا، بس غالبا ولاده ما شافوهوش. عارف اللي يقولك أنا ما أعرفش أصلي قدام حد؟ أيوة، ده كان مع نفسك في الخفاء، بس أنت دلوقتي مسؤول على ولاد. أنا عارف إنك بتصلي من الأجبية وعارف إنك ليك قداسك. لا، بحب أحضر قداسي لوحدي، بسيب البيت واطلع يومين في الدير. أيوة، كل اللي بتقوله رائع، أنت إنسان رائع على فكرة، بس مش الأبوة بتقتضي إن الولاد يشوفوك. لما بيجي لي ابن أو ابنة ويقولوا لي إحنا بابا بيحب الصلاة، إحنا عايشين ببركة صلاة بابا دي، أنا ببقى مبسوط قوي، لأن هيطلعوا قديسين. الولاد دول بيشوفوا باباهم منسحق قدام ربنا، ساعات بدموع، ساعات بفرح، ساعات بلجاجة. بيشوفوا ماما دموعها نازلة في القداس وهي واقفة جنبها. لا، الولاد دول هيطلعوا قديسين. صحيح أنا عارف إن البعض بيخجل، وهو شخصية إسحاق خجولة قوي. يعني لما تدرس إسحاق هتلاقي الشخصية الهادية الخجولة اللي في حالها. لا، بس كأب لازم تظهر الجانب المتدين قدام ولادك عشان هيقلدوك. قد البعض يعتبرها خطأ صغير، لكن النتيجة عظيمة. يعقوب كل دماغه مع مامته والأكل والشرب، وعيسو كل دماغه هنصطاد ايه وهنشوي ايه النهارده، وانا قوي وبعرف اجيب غزلان من الغابة. طب فين التطلع الروحي بقى؟